عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ويلقاكم الفيديو في اتم الصحه. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. اليوم ان شاء الله طليت عليكم بكيك ولا موسكوتشو رخامي بزاف بنين وهشيش ويجي خفيف بطريقه بسيطه جدا ومقادير متوفره في كل بيت. ما قبل ما نبداو الفيديو روحوا خلوا لي جيم شباب وتعليقات شابه هكذا باش تحفزوني اكثر، ونبداو على بركة الله. هنايا عندي 3 حبات بيض بحرارة الغرفة. انا استعملت 3 حبات البيض لانه المول تاعي كبير شوية، لهذا اذا كان صغير نقصوا ديروا 2 حبات بيض. ندير عليهم قرصة من الملح وندير عليهم كاس ناقص صباع من السكر. هنا اللي يحبوا الحلو يديروا كاس كامل. راح نخلط جيدا. هنا سر نجاح هذا الكيك هو كيفاش تضربوه، يعني كيفاش تطلعوا الخليط تاعو كيما راهو واضح في الفيديو. ما قبل ما نضيف الزيت راح الخليط تاعي نطلعه حتى يصبح كيما المايونيز، يعني يجي ثقيل وطالع. بعد ما يطلع مليح راح نجيب الكاس تاع الزيت كامل، يعني كاس معمر، وراح نبقى نضيف بالتدريج، يعني ما نديروش دفعه كامله، نبقى ندير بشويه ونطلع مليح ولا نخلط الخليط حتى تدخل الزيت، ونبقى نضيف ونبقى نفس الطريقه حتى نكمل كامل كاس تاع الزيت. يا البنات هذه الطريقه بزاف ناجحه، وهذا هو السر نجاح الكيك ويجي خفيف وهشيش. يعني ما ديروش الزيت دفعه كامله، راح نبقى ونديرو بشويه. بعد ما خلطنا جيدا الزيت تاعي راح نجيب كاس ناقص صباع من الحليب. عندك الكاس هذا اذا درتو كاس سكر ديروا كاس حليب، واذا درتو كاس ناقص صباع ديروا كاس ناقص صباع، يعني المقدار تاع السكر راح يساوي مقدار تاع الحليب. الحليب بنفس الطريقه كما درتو الزيت، يعني ما ديروش دفعه كامله، ديروا بشويه حتى تكملوا الكاس وتخلطوه مليح. بعد ما خلطنا مليح الخليط راح نضيفوه ملعقه من لافاني. هنايا باش تعطروا ولا تنكهوا الخليط تاعكم ضيفوا واش حبيتوا. انا ضفت لافاني، تقدروا ديروا مبشور ليمون ولا عطر الكراميل كيما حبيتوا. كخطوة أولى راح نديرو كاس من الفرينة، نضيفو عليه 2 أكياس من الخميرة الكيميائية. راح نغربل الخليط تاعي، ضروري تتغربلوا جيدا الفرينة تاعكم، وراح نخلط مليح، يعني نخلط حتى الفرينة تنسجم مليح مع الخليط الأول واللي هو خليط البيض والسكر والحليب. بعد ما خلطتهم مليح راح نجيب طبسي آخر وراح نقسم الخليط. هنا الخليط ما نقسموش كامل، يعني على نصف، راح نحي فقط شويه منه للتزيين ولا باش نديروه رخامي. راح شوفوا المقدار اللي راح نحي، ما نحيش كامل، يعني الخليط الابيض راح يكون اكثر من الخليط البني. بعدها راح نجيب حوالي 2 ملاعق كبار من الشوكولا البنيه ولا الشوكولا السوداء. هنا الشوكولا البنيه حاولوا تجيبوا لي تكون غامقه شويه باش كي تديروه رخامي يجي اللون تاعو واضح. راح نخليها وراح نولو للخليط الابيض ونديروا عليه كاس اخر من الفرينه ونخلطوه جيدا. يعني الخليط الابيض درنا حوالي 2 كيسان من الفرينه يكونوا مغربلين. نخلطوا برك بالفوي، يعني بدون باتور كما بدينا. بعدها نشوفوا القوام تاعو، شوفوا القوام كيفاش يجي، ما راحش يجي ثقيل، راح يجي هكذا باش يساعدكم في الخدمه. بعدها راح نروحوا للخليط الثاني كما قلت لكم، ديروا له 2 ملاعق من الكاكاو البني وراح نضيفوا له كاس من الفرينه، وراح نخلط الخليط تاعي حتى نتحصل على خليط بني، يعني يجي ما شاء الله، والقوام تاعو يجي نفس قوام الابيض، يعني ما ديروش يابس، لازم يجي سوا هكذا باش كي تخدموه يجي المسكوتشو تاعكم من الداخل نفس القوام. هنا عندي المول هذا راح نجيب 2 ملاعق هذو اللي نخدم بهم. راح نبدا بالخليط الابيض، راح نضيف هكذا بالملعقه حتى نكمل كامل الطبقه الاولى. يعني اذا حبيتوا تخدموا بلابوش كيما حبيتوا تعمروا الخليط في لابوش والخليط الاسود في لابوش واحده اخرى وتخدموا ديروا الطبقة الأولى. بعد ما نكملوا الطبقة الأولى ونوزعوها جيدا على القاعدة راح نجيبوا طبقة الشوكولا. شوفوا بعدها شوفوا بالملعقة نفس الشيء وندير خطوط هكذا حتى نغطي كامل الخليط الأبيض. شوفوا البنات صح المرحله هذه بالك تجيكم صعيبه ولا تجيكم تتعبوا روحتكم، كما قلت لكم تقدروا تستعملوا لابوش باش تسهلوها لكم، تستعملوا الملعقه كما حبيتوا. قلت لكم النتيجه تجي ما شاء الله، يعني تجي موسكوتشو تاعكم ولا اروح كيما تاع المحلات.
درنا طبقة بيضاء وطبقة سوداء، راح نزيدو الطبقة البيضاء ونكملو الخليط الأسود ونكملوها بالخليط الأبيض. هنا شوفوا كل طبقة بين طبقة لازم الطبقة الثانية تغطي الطبقة الأولى كما راه واضح تماما في الفيديو. هنا ندير شوكولا لازم تغطي كامل الطبقة البيضاء يعني العجينة البيضاء هكذا باش نتحصلوا على خليط رخامي يجي متحوف يجي شباب. هنايا بعد ما كملت كامل الخليط الشوكولا راح نكمل باقي خليط الابيض. يعني نتوما يا البنات حبيتوا ديروا العكس ديروا العكس، يعني تسبقوا بالخليط الاسود يعني خليط الشوكولا تضيفوا عليه الخليط الابيض حتى الطبقه الاخيره راح تولي خليط الشوكولا. يعني ديروا عكس اللي درتوا انايا تحصلوا على كيك بالشوكولا ومن الداخل يكون مزخرف ولا رخامي بالابيض. انا نفضل هذه الطريقه لانه هكذا يبان رخامي ب100%. هنا كما راكم تشوفوا راح نكمل كامل الخليط تاعي ولازم كامل يغطي طبقه الشوكولا. نجيب ملعقه ونحاول نستوي كامل العجينه تاعنا ونغطي كامل خليط الشوكولا. بعد ما كملت راح نجيب كيردو ولا هذا عود الشواء وراح نشمخه شويه بماء سخون وراح ندير هذه الخطوه هذا تخلي لكم الخليط تاعكم مهوي وخليه يطلع كيما تاع المحلات يعني يجي بومبي كيما المحلات. هنا الفرن تاعي راه مسخن جيدا ندخلوه يطيب ونرجع لكم. هنا بعد ما طاب الموسكوتشو تاعي راح نقلبه. شوفوا كيفاش جا محمر الله الله يجي بزاف هايل. وراح نجيب شوكولا. شوفوا هنا كانت عندي علبه تاع الشوكولا ذوبتها في حمام مائي ضفت لها 2 ملاعق من الحليب. راح نزين الكيك تاعي. شوفوا التزيين راح يبقى اختياري، حبيتوا بالشوكولا حبيتوا بنواه كوكو كيما حبيتوا حتى تدهنوا كامل الوجه تاع الكيك تاعكم يعني راح يولي كامل شوكولا. انا حبيت نفضل هذه الطريقه لانه الشوكولا بهذه الطريقه يجي بزاف شباب. بعد ما نكمل كامل نزينو عندي هنايا كاوكاو محمص وملحي راح نديرو كامل هكذا من الفوق كتزيين اخر. وكما قلت لكم التزيين يبقى اختياري واش متوفر عندكم في البيت تقدروا تزينوا به الكيك تاعكم. هنا الكيك راه واجد راح نخليه 10 دقائق ونولي ليه. شوفوا هنا الكيك بعد ما الشوكولا جمدت معايا وراح نقسمه بكل سهوله. شوفوا البنات هنا كانت شويه ديرونجتني الكاميرا وبديت نقسمه لهذا قسمته شويه معوج يعني ماشي باين 100% لكن البدايه كانت شويه معوجه لهذا درتو شغل مائل لكن عادي عاود سقمته نورمال. شوفوا يا البنات كيفاش يتنقسم معاكم بكل سهوله يجي هشيش يجي طري يجي بزاف بنين والشكل تاعو بزاف هايل. تقدروا حتى ديروه لمجه لاولادكم لانه انا ولادي يعجبهم ما شاء الله يجي خفيف رائع. شوفوا القوام تاعو كيفاش يجي مهوي طري ماشي يابس يجي رائع. يا البنات جربوه على ضمانتي الوصفه ناجحه ومضمونه. برك المقادير وطريقه التحضير وهكذا تتحصلوا على كيك افضل من المحلات غير ب3 حبات بيض وانتي درتي كيك عائلي رائع. ان شاء الله الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم. ما تنساوش دائما خلوا لي تعليقاتكم لتحفزني وتشجعني اكثر. مشاهده ممتعه. دمتم في رعايه الله وحفظه. الى فيديو جديد ان شاء الله.